يلا نفرفش. يلا يا حلوين. هاي بدها تنحط من هون هيك تمام. ايوه حلو. هات لنقيسها نشوف شو وضعها. ها تمام. ايه حلو. خلص ما ضل غير التثبيت. بدنا نثبتها. شلون هي هلا بتثبت معي لشوف. ما رح يمشي الحال. بدي حدا يساعدني. وينكم يا شباب؟ ايوه يا شباب، بس الله يوفقكم شي حدا يجي يساعدني يا شباب. بدي شي عامل يساعدني. لعيونك ابو الميش، جيتك انا. يه شو هاد؟ لك مين انتي؟ انا عامل مو انت بدك عامل؟ وليش مستغرب؟ لاني بنته بشتغل عامل يعني؟ لا 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 ابدا لك. ابدا ما قصدي. بس دالين انت شكلك فهمتيني غلط. دالين انا بدي عامل يساعدني بهي الشغله اللي عم ساويها، يعني عرفتي شلون؟ ما بدي انا عامل بناء. مين قال لك اصلا انه انا عامل بناء؟ ايوه لكن انت عامل شو؟ انا عامل بستخرج الفحم. لا شكلها قصتك كبيره وبدك تحكي لنا اياها، بس مو هلا. طيب هلا خلينا نروح نشوف شو عندنا بحلقه اليوم ونرجع نسمع دالين وتخبرنا حكايتها. المكنسة غرض كلياتنا بنستعمله، يا ترى كيف بينصنع؟ وثلاث مهندسين صغار بيصنعوا بيوت بتشبه بيوت أحلامهم، وتحدي جديد بحجار الدومينو. ايه انسه دالين، هات لنشوف. خبرينا شو قصتك؟ كيف انت عامله بتستخرجي الفحم؟ ليش هو الفحم مو بينعمل من الخشب؟ ميشيل هداك الفحم الطبيعي، انا بشتغل بالفحم يعني فحم الحجري اللي بيستخرجوه من المناجم من باطن الارض. ايوه. ايه ليش شو هو الفحم الطبيعي يعني؟ ليك انا بالفحم الطبيعي ما بشتغل بصراحه، لانه بيأذي البيئه وفيها تقطيع شجر وما تقطيع شجر من هدول. لا 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 مزبوط. الفحم الطبيعي بينصنع مثل ما قلتي من الشجر، بس عمال اللي بيصنعوا الفحم الطبيعي بيعرفوا شغلتهم، بيعرفوا اصولها تمام، لانه بالفحم الطبيعي الشجر اللي بينقص يعني هو الاغصان التالفه او اليابسه. إيه؟ مو اي خشبه بتنقص. ايوه. وهلا اصدقائنا عثمان واسماعيل رح يشرحوا لنا طريقه صنع الفحم الطبيعي خطوه خطوه. عثمان واسماعيل صبيين من ضيعة صغيرة بريف اللاذقية وشاطرين بتصنيع الفحم، واليوم رح يورجونا بالتفصيل طريقة صناعة الفحم يلي منستفيد منه بالاستعمالات المنزلية بحياتنا اليومية. أنا وإسماعيل شرجنا الدبي وجهزنا أغراضنا وطالعين على الجبل، بدنا نقطع حطب ونسويه فحم ونبيعه. رحلة صناعة الفحم تبدأ من الصبح بكير، ومن بعد ما عثمان وإسماعيل بيصحوا من النوم وبيفطروا بيجهزوا العدة يلي رح تلزمهم للشغل بالجبل، والأهم من هيك بيتأكدوا إنه حمارهم كمان جاهز للشغل ومعبي بطنه، وبيحطوا على ظهره صندوق كبير وبيثبتوه منيح. هذا الصندوق رح يحملوا فيه الحطب يلي رح يجمعوه من الجبل. وصلنا على الجبل وبدنا ربطنا الدبي، بدنا نطلع على الجبل محل عيلي فينا نطلع معنا الدبي، وبدنا نقطع الحطب فوق وننزله نحمله على الدبي وناخده على المشحرة. بس عثمان واسماعيل ما بيقطعوا أي خشب من الشجر، بيقطعوا بس الأغصان اليابسة، لأنهم بيعرفوا كتير منيح إنه لازم يحافظوا على البيئة، وإنهم إذا قطعوا الشجر الأخضر مع الوقت ما بيضل ولا شجرة بالجبل، والحيوانات اللي عايشة بالمنطقة ما رح تلاقي شي للأكل.
ومن بعد جمع الحطب بيصير وقت صناعة الفحم. ومع إنه الطريقة بسيطة بس بتحتاج للخبرة وللمعرفة. هلا رحنا بالمترو بدنا نعمر المشحرة. ولبناء المشحرة عثمان وإسماعيل بيصفوا الحطب بشكل هرمي مفتوح من فوق. بعدين بيتغطى الحطب بالأعشاب الخضراء أو أوراق الشجر، وهي الخطوة ضرورية لحتى الحطب ما يحترق بشكل كامل وتاكله النار. وبعدين بيغطوا كل شيء بطبقة من التراب لحتى المشحرة تحافظ على حرارتها لليوم التاني. طبعا لازم يضل في فتحة براس المشحرة لحتى يطلع الدخان منها. وهلأ بيشعلوا النار بعود كبريت، وما بينسوا أهم خطوة بهالمرحلة وهي تغطية المشحرة بصفيحة معدنية حتى إذا هب الهواء ما تنتشر النار بالبستان وتتسبب بحريق. هلا عمرناها وشغلناها وبدنا نخليها لبكرة مثل هلا. بعد 24 ساعة جايين لنفتح المشحرة مشان نشوف الفحم إذا صار ولا لا. بتاني يوم لما يرجعوا عثمان وإسماعيل بتكون النار بالمشحرة انطفت، بس الفحم بيكون لسه سخن شوي. بحذر وانتباه بيشيلوا التراب عن المشحرة وبيرشوا مي على الفحم لحتى يبرد. ومن بعد ما يبرد الفحم بيبدوا يفرزوا على مجموعتين، مجموعة للفحم الكبير ومجموعة للفحم يلي حجمه صغير. هلا بنحط الصغار على الطرف والكبار على الطرف، بس نروح على السوق الكبار بنحطهم على ريش عشان بيرغبوا له نكتب. عثمان وإسماعيل بيشتغلوا بصناعة الفحم بس بوقت الفراغ ولما ما يكون في مدرسة، لأنه بيحبوا يتحملوا المسؤولية ويساعدوا أهلهم بتوفير المصاريف للمدرسة وللبيت. جمعنا هذا الفحم بالكيس بدنا ناخده لعند التاجر ونبيعه. شوفي هالفحمة دالي، شايفة ما أحلى شكلها؟ خشبة لا راحت ولا اجت، طبعا خشبة ميتة بس لونها على اسود. تستعملوها بالطبخ، تستعملوها بشوي اللحمة، كثير لها استخدامات. هي غير الفحم الصناعي، هداك تبع صناعات كبيرة. ايه عسيرة الكبيرة بالله. شوفي إذا بدها التقى معنا شيء هيك فحمة كبيرة نشوفها هلا هيك. ايوه فين؟ مش هيك؟ هلا بدك تقول وحدة إيه بدنا نشوف. تعال اقول لك خلص ها، وهي وحدة كبيرة. شو ليش هيك؟ شوفي شو سويتي بالاستوديو دالي؟ بتضلها ورشة. لكن خلص مو مشكلة، هلا بنكنسهم بنكنسها شباب. ها شو بده يحكي الواحد معك دالي؟ ما بعرف. نرجع لموضوعنا. الانسان بيستخدم الصناعه ليعمل فيها اشياء مفيده، يعني مثلا مثل هالمكنسه هي اللي عم تعملها دالين، عم تساوي فيها دالين، عم تنظف فيها الاستوديو، هاي صناعه مفيده. لك صحيح انتم بتعرفوا شلون تنصنع هالمكنسه؟ أول شيء بنجيب أكياس ناليو وبنحط بلاستيكي وبنشكهم بقلبها وبنحط لها عصاية وبنلزق العصاية بتصير صار اسمها مكنسة. بيجيبوا أكياس وبيقصوهم وبيجيبوا هاي وبيحطوا لها إياهم وبيجيبوا عصاي ويحطوها وبتصير. بيجيبوا لوح بلاستيك كبير بيعملوه مثل الشعر، بعدين بيجيبوا بلاستيكي بصيروا يعملوا له سقوبة هون من جوا كلها سقوبة، بعدين بصيروا يفوتون للبلاستيك مثل الشعر يعني بصير يفوتوهم بقلبها. بيجيبوا الشعرات بيحطوهم بقلب هاي، بيدخلوها بقلب بقلب العصاي
وبيحطوا هاي السوداء، بيحطوا هاي البلاستيكي بتصير اسمها مكنسة. أكيد صناعة المكانس مرت بعدة مراحل لحتى توصل لهي المرحلة يلي نحن شايفينها. تعالوا نزور معمل لتصنيع المكانس ونشوف كيف بتصير المكنسة وكيف بتصير جاهزة للاستعمال. بتعرفوا انه من قطعة البلاستيك الرمادية هي وهدول الشعرات الحمر والسلك الحديد الفضي، وعن طريق هي الماكينة فينا نعمل شي كتير حلو. أول شي منحط القطعة الرمادية بمكانها هون على هي الماكينة، والسيد شنايدر رح يكمل العملية كلياتها ومنبلش شغل. تتحرك القطع البلاستيك الرمادية اللي حطيناها وبتمسكها الآلة، بتاخدها لهذا القسم وبتتثبت على إطار. بعدين الآلة وبسرعة كتير كبيرة بتحفر 132 فتحة بقلب قطعة البلاستيك الرمادية. شوفوا شلون تحفرهم بالتصوير البطيء ببين منيح، فتحة ورا فتحة. ولما تخلص الماكينة من حفر هال 132 فتحة كلهم، بتعرفوا شو بيصير؟ منشيل البرادة تبع البلاستيك اللي طلعت من الحفر، وبعدين منثبت هي الشعيرات الحمراء جوات الفتحات. 132 خصلة من الشعيرات تتثبت بسرعة رهيبة واحدة ورا واحدة. أكيد هلأ كلكن عرفتوا شو هي مكنسة، وهلأ رح تتحرك المكنسة جوات الآلة لتوصل لهون مطرح ما بيكونوا عم يستنوها بقية المكانس. ولأنه القصة صارت بسرعة كتير رح نعيدها مرة تانية. هون فيها الشعيرات الحمراء بتنحط بالآلة وبتنرص منيح جنب بعض، وبعدين الآلة بتشيل كل خصلة من الشعيرات لحالها وبتحطها جوات الفتحات، خصلة ورا خصلة، والآلة بتغرز الخصلات هلأ بالفتحات. شايفين الشغل كيف ماشي كله تمام؟ ومشان ما تتشربك الأمور ببعضها، هي الحلقة الحديد بتبعد الخصلات التانية عن راس الآلة. ولنفهم شلون بتشتغل هي الآلة وكيف بتثبت الشعيرات الحمر، السيد شنايدر رح يفكلنا راس الآلة لنشوفه. هي ذراع الدفع يلي بتغرز الخصلات بقلب الفتحات. وهلأ السيد شنايدر رح يثبت راس الآلة بالملزمة، ورح يفتح الغطاء ونشيل هاي القطعة. هيك فينا نشوف راس الآلة من جوا. بفوت السلك المعدني من الطرف، وهون في هاي القطعة يلي هي عبارة عن سكين. فلما بتتحرك السكين بتقص قطعة صغيرة من السلك المعدني، وبعدين في هاي القطعة يلي إلها هي الشقفة البارزة، وهي الشقفة البارزة بتحول السلك القصير لخطاف صغير. وبيجي دور هاي القطعة الحديدية يلي اسمها للسان. على اللسان في تجويف صغير بيتناسب مع الخطاف السلكي. بيفوت اللسان من هي الجهة مشان يدفش الخطاف يلي بدوره بيدفش الشعيرات لقدام. مرة تانية رح يفوت اللسان من الخلف وبيدفش الخطاف الصغير لقدام. الخطاف بيمسك خصلة من الشعيرات ليدفشهن لقدام. منعيدها مرة تانية. هي الشعرات تبع المكنسة، بيجي الخطاف بيمسك الشعرات وبيطعجهن من النص وبيطلع من الطرف التاني. ولما بيطلع الخطاف من الآلة بيكون شكله صار مثل الحلقة، لأنه طرفين الخطاف بيتقاطعوا لما بيطلع من الراس. والحلقة بتثبت الشعرات المفردة جوات الحفرة. لما بيصير كل هالشي والآلة شغالة بتكون العملية كتير سريعة،
يعني بفترة كتير قصيرة بالقطعة الرمادية بيصير في 132 خصلة. بس يا ترى الخصلات ثابتين؟ هلأ السيد شنايدر رح يجربهم. منيح، شكل الخصلات ثابتة تمام بالقطعة الرمادية. بس كيف هيك ثابتة كل هالقد؟ السيد شنايدر رح يقص لنا المكنسة بالمنشار لنشوف ليش. ليكو كيف شكل المكنسة من جوا. الحلقات الحديد مغروزين بقوة بالبلاستيك، لهيك الخصلات صارت كتير ثابتة. هيك بيصير في عنا مكنسة ممتازة ومنيحة. بس لسه في شغلة واحدة ناقصة حتى نقدر نستخدم هاي المكنسة. مزبوط، العصاية. وهذا هو شكل المكنسة مثل ما بنعرفها. هلأ صار فينا نكنس وراء الشجر اليابسة فيها. بس شكله التكنيس ما رح يخلص اليوم، لأنه ورق الشجر معبي الدنيا. ايه دالي انت بس سبتيها معك يا زلمه ما عم بفهم شو عم تعمل، خلي لي شو عم تساوي. شو هاد دالين؟ انا عم ساوي سياره فرد برا. ايه تعي لفهمك شلون. هيك ما رح تفهمي علي. اكيد ما رح افهم، ما بعرف اشتغل هيك. لحتى ساوي لك نموذج مصغر عن هالسياره اللي عم نعملها ساعتها طيب. بتفهمي علي شلون بدنا نساوي. هذا هو الكلام. يعني رح نساوي هلا سياره صغيره. انتم فيكم تساووها بالبيت وتلعبوا فيها اذا بدكم. ماشي. مكوناتها وادواتها كثير بسيطه وصغيره. طلعي معي لك يا دالين مقص، قطع كرتون مثل هدول، شليمونات. وين الشليمونات؟ مين لعبان بالعده هي؟ ليك ها مسكي شليمونات. عيدان الخشب تبع الشوي. ايه او اي يعني الشوي. عوده خشب. مسكي كمان دالين. ها للزيت مشرط. هي شليمونه كمان. فرد سيليكون. بيلزم. هاد لا هاد ما بيلزم. نرجع لموضوعنا. هالسيارة هي البسيطة اللي بدنا نعملها. لحظة، بدنا لسه الكاسة. وين الكاسة دالين؟ كاسة؟ وينها؟ هيك. شو بدها السيارة لحتى تصير؟ 4 دواليب. حلو. وجسم للسيارة. هي الشغلة كلها. طيب. هلا لحتى نبلش بصناعة الدواليب، دالين رح تعملون. رح نجيب شيء دائري مثل هاد، مثل هالكاسة هي، حتى إذا ما كان عندكم هي كاسة فأي شيء دائرة مثل هي بيمشي حالها. حلو. بنحط هيك وين بنعلم بالقلم. طيب. شكل دويرة هيك مثل هاي. تمام. هيك صار عندنا هلا دائرة مرسومة عندنا بالقلم الرصاص. هلا هي بدنا نقصها بالمقص. دالين إذا بتريدي علمي 4 دواليب وقصيهم، بلشي قصيهم طيب. بالمقص. على بين ما تخلص دالين صناعة الدواليب، أنا راح أعمل جسم السيارة. جسم السيارة يعني هذا حجمه كبير، فممكن نحن نصغره، ممكن مثلا نستعمل المسطرة اللي مستعملة بالمدرسة أو شيء يعني، المهم يكون شيء حجمه صغير لحتى تكون السيارة خفيفة ونظيفة ونقدر نستعملها. فمشان هيك أنا راح أقص هلا راح أقص تقريبا يعني أعطيني شوي قلم دالي يسلموا. ما عندك قلم هذا الحجم هيك ما في. هذا قلم المعلمين، خدي امسكي اشتغلي فيه. قلم المعلمين؟ طيب. هي قصينا هلا جسم السيارة. يعني تقريبا يكون طوله بحدود 10-15 سنتي هيك شيء. هذا اللي رح يصير جسم السيارة. هلا لازم الدواليب لحتى يدوروا يكون في لهم شيء اسمه محور، فهذا المحور رح نستعيد عنه بهي الشليمونة هي. يعني طوله لازم يكون تقريبا هالقد، لا أكثر ولا أقل. هي وحدة للدواليب الإدمانيات، وهي وحدة للدواليب. تمام. اوكي. هيك هدول رح يصيروا دواليب إدمانيات، وهدول رح يصيروا الدواليب الورانيات. هلا بنثبتهم عن طريق هاللزق هاد. هي بنثبتها هيك. وهي بنثبتها هيك. اعطينا المقص من شوي. تفضلي.
وين صرتي؟ ليكني ها. برافو عليكي دارين. هلا بقى بيجي دور المحور يلي الدولاب رح يدور عليه، اللي هو هالخشبه هي. مثل ما قلنا هذا سيخ شوي، ممكن مثلا انتم تستعملوا اي عوده بس تكون يعني حجمها رفيع شوي. هذا لازم يتمرق جوات الشليمونه هيك فكمان لازم ناخذ نحن طول مناسب. دارين اعطيني المقص والله مره ثانيه معلش. شكرا. صار لك شيء؟ لا ما صار لي هيك لهون تقريبا يعني. شايف؟ هذا رح يصير هيك. معلش ساعديني. ما تخافي ما تخافي. معقول نخاف ابو المين؟ اخت رجال. برافو دارين. معقول. طيب وهي مشان الدواليب الورانيات. هلا بلشت افهم عليك. شايفه كيف؟ رجعي اعطيني المقص معلش دارين. انا محضر دواليب، ما تخافي ما تحكي لي همك. لكن ليش عم تعذبنا صلك؟ لك انا بس مشان انه فرجيكي شلون بينعملوا دواليب هيك صغار محضرهم انا جاهزين. ليكن وهي عملنا 4 دواليب هدول 4. حلو. راحت. يلا. طيب هلا بنجيب الدولاب اللي يفترض تكون قصته دالين، بنثبت المحور فيه هون بهالشكل هذا هيك. دارين امسكي هي واعملي مثل ما عم ساوي انا. امسكي هي ايوه وحطي فيها الدولاب. هلا هذا الدولاب لازم نحن نثبته بشيء من هون، ممكن نثبته بمعجون، ممكن نثبته بسيليكون، او حتى اذا بدكم ما تلعبوا كثير بالسياره ممكن ما تثبتوه بشيء تخلوها هيك، بس اذا حابين السياره تعيش معكم فتره اطول لازم تثبتوا هذا الدولاب بهذا المحور. حلو. دالين زبطت معك؟ زبطت. هلا بنحط الدواليب من هون هيك، حطي دالوبك من هوني وبنحط الدولاب الثاني. ساعديني دالين، حطي دولابك الثاني من هونيك كمان. بلش يوضح شكلها لهالسيارة. ميشيل لك شو صار؟ ايه معلش تعي انا بساعدك. هاتي لك هاتي عني. انت ليش لابسه كفوف وساكنه هلا؟ شو بيعرفني؟ طيب هلا شو صار عندنا؟ صار عندنا جسم للسيارة حلو و4 دواليب مركبين على محورين، واحد قدام وواحد ورا. حلو. هلا بصفي شيء يخلي هالسيارة تمشي، يعني قوة دفع لهالسيارة لحتى تمشي. ممكن نستعمل مثلا مروحة صغيرة هي تبعت التهواية إذا بتعرفيها دالين. ايه عرفتها هي على الكهرباء. أيوة ممكن أو البطارية. ممكن نستعمل بالون مثل ما رح نعمل هلا. طيب البالون هي بالون طلعي لي بالون إذا تريدي دالين، وأنا رح ثبت عن طريق هالشريموني. هذا البالون هلا بدنا نحطه هو لما نثبته هون على جسم السيارة اللي نحن عملناها، بس ننفخه لما ينفس بيعطي قوة دفع تمشي السيارة لقدام. هذا البالون لازم نثبته. أيوة دالين بالزيت دوري 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 دوري. لا مو انت، انا لازم دوري. انت لازم تدور. بس حلو هالحكي. تمام. هلا نحن عم نعمل على السريع بس مشان الوقت ضيق. طيب. بس انتم فيكم هيك تشتغلوها شغل متقن بالبيت يعني. حلو. هذا بنثبته هون هيك وبننفخ. طيب هلا اللي لازم يصير انه بس نفلت ايدنا هلا البالون رح ينفس بتنط السياره لقدام. جرب مشيها لهون لعندي. لحظه 1 2 شيلي هي بالله دالين الخشب اللي قالت تحت الدولاب. ايوه فرجينا شو هوب عال. هي مشيت لحالها. محضرين انا ودالين سيارتين هيك وشاغلينهم على اساس يعني بطريقه هيك هالديكور اللي معلبينهم فيه. لك ابو الميش عامل لي سياره. هي لك فيكم تعملوا اكثر من سياره وتعملوا سباق بيناتكم. هي تركتور مو سياره. شوف تعي دالين بدنا نتسابق من هون لهونين. يلا فخي. مين راح يفوز يا ترى، سيارتي ولا سيارة دالين؟ ما بعرف. 1 2 3. يلا والله سبقت سيارتك يا دالين. برافو. حلو. هلا يلي فهمت عليك شفناه شو هلا عم تعمل. تمام. يلي شفناه هلا هو نموذج مصغر عن السيارة الكبيرة اللي عملناها. موضوع النماذج المصغرة موجود بأكثر من صناعة، يعني مثلا مثل بالهندسة بيعملوا ماكيت، شيء بيسموه ماكيت اللي هو أبنية نماذج صغيرة عن حارات أو أحياء كبيرة أو عن بنايات كبيرة، بيعملوا له هيك نموذج مصغر لحتى العالم تشوفوا كيف ممكن يصير هذا المشروع بالمستقبل. تمام. محمد وناصر وإياد 3 صبيان ممكن يكونوا بيوم من الايام مهندسين كتير كبار، لانه من هلا بلشوا يصمموا مشاريع صغيره
لاحياء سكنيه هن حابين يعيشوا فيها بالمستقبل. خلينا نشوف شو طلع معه. مرحبا، أنا اسمي ناصر، عمري 11 سنة من سوريا. مرحبا، أنا اسمي محمد، عمري 10 سنين من سوريا. مرحبا، أنا اسمي إياد، عمري 10 سنين من سوريا. هلا بدنا نعمل الباب. يلا نفرفش. يلا يا حلوين. احنا بنحب نعمل بيوت من كرتون مشان نتخيل انه هدول افضل من الخيام. كثير انا ورفقاتي بنحب نعمل بيوت، يعني بتخيل نفس بيوتنا اللي بسوريا والضيعة، وانا ورفقاتي عم نلعب فيها. بنلعب، بنزرع ورد وبنزرع كل شيء. بحب انه يكون عندي بيت من كرتون لانه ما عندنا بيت. انا بحب بعمل بيوت من كرتون. انا بتمنى انه عندي بيت على سوريا، وبنرجع على سوريا وبنسكن بيوتنا بسوريا. احنا ما نحب الخيام هيك. عمل هذا اياد. باي باي. بنتمنى تتحقق احلامهم لهالشباب ويصيروا بالمستقبل مهندسين كبار ويعملوا لنا مشاريع بنائيه ضخمه. وهلا في تحدي له علاقه بالبناء، خلينا نروح ونشوف شو هو. قد ما فيك عمر بناية من الدومينو. لا كلياتنا مع بعض. لا واجد شوي. إذا حابين تعملوا مثل هاي السيارة أو عندكم أي شيء أنتم بتساووه بإيديكم، لا تترددوا، بعتوا لنا صورته أو فيديو لحتى نعرضه عنا بالبرنامج. وهلا خلينا نشوف شو وصلنا منكم لحلقة اليوم. إذا حابين تتواصلوا معنا وتبعتوا لنا آرائكم بهالبرنامج أو تبعتوا لنا صور وفيديوهات، راسلونا على عناوين التواصل تبعنا واللي هي يلا نحن @orian-tv.net، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك على صفحتنا على الفيسبوك لحتى تشوفوا كل الحلقات اللي راحت عليكم وحتى حلقات يلا نحن اكسترا. تمام. وهلا شو بقى عنا؟ هلا حلقتنا خلصت، بس قبل ما نودعكم خلينا نشوف شو عنا الحلقة الجاية.
التايكوندو رياضة قتالية كلها حماس وطاقة، وحنزور بطلة التايكوندو بالتدريب، وعنا زيارة كمان لمخيم للتدريب على السكيت بورد. إذا ما بتعرفوا شو هو السكيت بورد ضروري تحضر. ويا ترى قديش فيكن تنطوا بالهولا هوب؟ حلقتنا لليوم خلصت، والسيارة اللي كنا عم نعملها خلصت كمان، بقى لنا هيك شوية رتوشات نبخها بالألوان ونظبطها. لا لحظة، شوفي هي شلون بدها تندفش؟ هاي كيف بدها تمشي لحالها؟ مثل ما عملنا الصغيرة بالبالون. خطيرة يا دالين. ايه بس البالون صغير، هي بدها بالون هالقد قده لحتى يدفشها. ابو الميش لا تخشى شيء. اصلي دالين. وهذا شو بده ينفخ هذا يا دالين؟ شلون بدنا ننفخ هذا كله؟ منفخ. ايه منين المنفخ؟ ليكم من تحت. ومين بده يجيبه؟ انا بجيبه. إيه تفضل جيبي. هذا بده ساعة نفخ. حطي شو؟ هر الاشعاط تبعي ما بعرف شو يسموه هذا. استنى إذا حبيت تشوفوا هالسيارة عم تمشي بعد ما نخلص نفخ بالون، احضروا يلا نحن اكسترا على صفحتنا على الفيسبوك بعد الحلقة. ها باي، نشوفكم الحلقة الجاية. باي. لك هذا مو هيك بالرجل، انزلي بالرجل، يلا بالرجل بالايد ما بتفرق. فوق بده تثبيت أكثر. انفخي انت. إذا كان أنت عامل شو؟ أنا عامل بستخرج النفط. نفط؟ إيه؟ يعني مو فحم؟ إيه أنسة دالين، هات لنشوف، خبرينا شو قصتك اليوم؟ شو قصتي؟ شو قصتك؟ قولي لي. أنت اللي شو قصتك؟ دالين أنت بس سبتيها ونمشي لحال. إيه طيب ها بلشنا تصوير يعني؟ بعرف. بدك تقولي لي لك يا زلمه انت. ايه ما عم بفهم شو عم تساوي. بدي اقول لك ايه. يلا لا تترددوا. لا تخشى شيئا. لا تترددوا واتصلوا بنا. الله يلا حلقتنا لليوم خلصت، والسيارة اللي كنا عم نساويها خلصت. بقي لها هيك شوية رتوشات يعني من لحظة هي طلعت من محل ما سمعت. تفضلوا عيدوا يلا نحن